بسم الله الرحمن الرحيم. كتير ما يعرفش الزهرة المؤنثة او ما يعرفش ازاي يعرف الباباز المؤنث من المذكر. دي زهرة الايه؟ المؤنثة اهي، تبقى الزهرة بالشكل ده زي ما انت شايف كده. المذكر بيبقى شمراخ كده، عود فرع طالع وجايب كوبش كوبش كوبش، ازهار كتيرة. تمام، ازهار كتيرة. طيب المرحلة دي احنا بنقول دايما ليه؟ الزهرة بثمرة في البابايا. الفترة اللي بيبقى فيها تزهير المانجا، نبات الشمراخ الزهري ده لما هيطلع، أخطر حاجة بتصيب المانجا هي البياض الدقيقي والانسراكنوز، لفحة التزهير. ده حاجة أساسية يا إخوانا. وأنا في المرحلة دي قبل التزهير ما يطلع، ده هيطلع حاجة اسمها تزهير مورق، يعني الزهر ويطلع تحت منه ورق. التزهير المورق بيبقى أفضل من التزهير لوحده. يعني لما يظهر عندي تزهير واسفل منه او تحته فيه ورق، بيبقى ده ثباته اكتر. الفترة دي نهتم برش الفطري، سفنات مصايل، فينوكونازول، بريبو كونازول، ده حاجة اساسية. ولو عندك حاجة زي الازوكسستروبين تبدل ما بينهم. الفطر برضو بيكون مناعة زيه زي الحشرة، فلازم اغير المادة الفعالة اللي انا برش بيها. التغذية، كل مشاكل الزراعة المنزلية التغذية. هتدي نبات احتياجه بصورة صحيحة. بين التغذية صورة صحيحة، يعني ايه صحيحة؟ يعني سلع صحيحة متوازنة. يعني لو انا اديت النبات الجميل ده كل العناصر المغذية ما عدا عنصر البورون والزنك، مش هيظهر برضه، هيدين نمو خضري كثيف وزي الفل. اما ان هو مش هيظهر اصلا، او الزهرة هتطلع وتسقط لان هو ما خدش عنصر الخصوبة. لو انا اديت العناصر كلها ما عدا عنصر المغنيسيوم، المغنيسيوم هو عنصر التمثيل الضوئي، عنصر اساسي في عمليه التمثيل الضوئي، وهكذا. يبقى عشان نحافظ على التزهير ده خلاص اللي احنا شايفينه، يبقى لازم رش فطري اساسي في مرحله ما قبل التزهير، وفي مرحله التزهير وما بعد التزهير لغايه ما الحبايه تثبت عندي. الكلام ده هنكون وصلنا لغايه مثلا نص شهر 5. حاجه اساسيه. وبنأكد تاني على التغذيه، ادي النبات احتياجه بصوره صحيحه ومتوازنه من سلع أصلية، سلع معتمدة بصورة صحيحة، بصورة سليمة، بصورة متوازنة، ويكون فيها استدامة. يعني استدامة، بعض الإخوة بيجي قبل النبات ما يظهر بشهر يقول لك أنا عايز أستخدم أسمدة اليسرى عشان النبات يظهر عندي. مش هيظهر النبات يا إخوانا. اللي أنت بتعمله في الخريف السابق والصيف السابق هتاخد نتيجته دلوقتي. احنا في شهر 3 اهو، النهارده 10/3، هتاخد نتيجته دلوقتي. نبات ما هو إلا مدخلات ثم مخرجات. هتديله مدخلات سابقة، هيديك مخرجات بصورة صحيحة، ويبقى نبات عندك كأنه في مزرعة مهوش في حديقة منزلية. التسميد، الرعاية، الأكل بتاع النبات ما هو إلا فعل فني سابق. يعني أنت هتسمد السنة دي، احنا في الربيع، ربيع الخريف والصيف، التسميد بتاع الثلاث مراحل دول، ربيع خريف صيف، ربيع صيف خريف، هنرتبهم بالظبط. جزء منه هيروح للثمار اللي هتيجي السنة دي، والجزء الآخر هيخزنه النبات في العصارة بتاعته عشان يدفع للتزهير الموسم اللي جاي. يبقى التسميد اللي انت بتعمله دلوقتي جزء منه من أول شهر 3 احنا اهو لغاية شهر 10، جزء منه هياخده عشان يدفع، عشان يدي الثمار بتاعت السنة دي وتكبر وتحلو وانت تاكلها في الآخر. والجزء الآخر عشان ياخدوا النبات كمخزون يدفع بيه للتزهير في موسم 2025 2025. نبات استمرارية في التغذية، هتستمر في التغذية بصورة صحيحة ومتوازنة وسلع سليمة، هتشوف نتيجة زي الفل زي ما احنا كده بنصور ما شاء الله.